بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هكلمكم شويه عن الفنان صبري عبد المنعم، الفنان الرائع العظيم اللي كلنا بنحبه. طبعا الفنان صبري عبد المنعم متزوج من سهير، وهي ابنة الفنان الراحل الكبير عبد المنعم ابراهيم. عنده منها ولد وبنت، وبنته طبعا جميله جدا، هنشوف صورها دلوقتي. الفنان صبري عبد المنعم ده اصابه مرض السرطان، وظل مريض بالسرطان 12 عام إلى أن استطاع أن يقاوم هذا المرض ويشفى منه تماما. تعالوا مع بعض نشوف الخبر بيقول إيه. لا يعرف الجمهور الكثير عن الحياة الشخصية للفنان صبري عبد المنعم، والذي له العديد من الأعمال الناجحة رغم أنه لا يعد من نجوم الصف الأول. الفنان صبري عبد المنعم متزوج من سهير ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، ولديه منها ولد وابنة، وقد احتفل بزفاف ابنه عبد المنعم منذ أكثر من عام بحضور عدد من نجوم الوسط الفني. ابنة صبري عبد المنعم اسمها مريم، لديها قدر وافر من الجمال، كما أنها تشارك في عدد من المسرحيات بأدوار صغيرة زي مسرحية مجانين هبتة وأليس في بلد العجائب، ونشرت صور لها عبر حسابها الخاص أبرزت مدى جاذبيتها. الفنان صبري عبد المنعم شارك في شهر رمضان الماضي بمسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان، درة، وفاء عامر، مها أبو عوف، وسيد رجب. صبري عبد المنعم من مواليد عام 1947، وتخرج من معهد الفنون المسرحية، ومن أشهر أعماله التلفزيونية مسلسل الشهد والدموع، أبواب المدينة، رأفت الهجان، حديث الصباح والمساء، سوق العصر، وأوبرا عايدة. ومن الأفلام التي شارك بها الفنان صبري عبد المنعم زجزاج، فاصل ونعود، قلب الأسد، الديلر، ولاد العم، الحريف، شفيقة، ومتولي. أصيب الفنان الكبير صبري عبد المنعم بمرض السرطان الذي لازمه لمدة 12 عام، ونجح في مقاومته حتى تحسنت حالته الصحية ليعود بعدها لمواصلة نشاطه الفني. لو أعجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة، وشكرا جزيلا.